طيب احنا اتكلمنا على عناصر الهوية، يا ريت تكلمني بتفصيل اكتر شوية على تعريف الهوية. انا بغش من صامويل هنتنجتون، فهنكمل غش اتس منه. ان اوبن بوك. ماشي تمام. هنكمل غش من صامويل هنتنجتون. الهوية هي إدراك الفرد أو الجماعة لذاتها، وهي نتاج للوعي بالذات، وبأننا كأفراد ومجتمع نمتلك صفات واضحة تميزنا عن غيرنا. That's it. وهي مش مختلفة كتير عن الهوية الشخصية، بس انت في الحالة دي بتتكلم على الهوية الجمعية. بالظبط. تمام. ففي لازم يكون فيها نوع من الوعي، نوع من الإدراك بقيمتك أو تميزك أو اختلافك كشخص. بينطبق، هل يعني نفس الكلام ده بينطبق على الهوية الجمعية؟ أنا بعتقد كده، وعلشان كده دايما بكرر فكرة ال 2300 سنة اللي حصل فيهم يعني طمس الهوية المصرية من المحتلين اللي جم احتلوا مصر. الطمس ده بالظبط كأن واحد تاه ولقوه في المولد، وابتدوا يقولوا له بقى لا انت انا باباك، وانت نشال يبقى تبقى زي الفل، وانت نصاب تبقى عظيم، وانت كده تبقى قايل. وابتدى يتكون عنده هوية او تصرفات او اخلاقيات مختلفة تماما عن اخلاقيات اهله اللي هم الاصليين، اللي هو حتى مبقاش عارف هم مين. فاعتقد ان احنا في حاجة زي كده. مش بقول المحتلين كلهم هم محتلين في الاخر، يعني مش هقدر اقول محتلين. لكن ديفينتلي حصل. ويمكن لما هنخش في المرحله ديت ونحكي الاحتلال عمل معانا ايه، هيبان انه في يعني قهر شديد جدا جدا. لازم تتكلمي لغته، لازم يبقى عندك افكاره، ولازم تتعاملي باخلاقياته، اما مش هتعيشي. فده حاجه المهم في الموضوع، انه احنا دلوقتي برضو انا فكره الاختيار دي مسيطره عليا جدا. احنا عايزين نختار ايه؟ هل احنا حاسين وعارفين ان احنا متميزين ومختلفين ولا لا؟ يعني هل انا مصري دمي خفيف بجد، ولا انا لا؟ هل انا مصري عندي فن وعندي حضاره، ولا لا؟ مش دي القصه. هل وهكذا. الاشكاليه الحاليه اعتقد انها اكلني، يعني اكل العيش اصبح هو المنطق الطاغي جدا. وانا طبعا ما بقولش طبعا ده لازم يبقى طاغي، بس طغى على فكره الافكار الثقافيه اللي كانت موجوده. فالافكار الثقافيه ابتدت تضمحل قصاد الضغط الاقتصادي اللي حاصل عند المصريين. بس هو السؤال بقى هنا، السؤال هل المخرج في ان انا اقعد اشتغل في الاقتصاد من غير ما يكون عندي رؤية واضحة، ولا لازم يكون عندي رؤية واضحة جايز دي تكون مخرجي؟ ودايما بنتكلم مثلا، بندي مثل بالسياحة. ما هو انا دلوقتي لو انا هكسر المعابد علشان المعابد دي لا كخة وحشة مش عايزها، ما عنديش سياحة ثقافية. لو انا مش ناوي اتعلم لغات تانية او اتعامل مع الراجل اللي بيزورني دوت، او ان انا اقتله او ان انا ارهبه او ايا كان، فده مصدر الدخل راح. لو انا شايف انه والله ده السوق السوداء ما فيهاش اي حاجه، ما هي حلال ما هياش حرام، نتعامل في السوق السوداء. فكلنا بنتعامل في السوق السوداء النهارده، وبعدين نصرخ عشان الاسعار وعشان الدولار. طيب هل ده منطق؟ جايز يكون منطق عايز اعاده تفكير. طيب والله شركات توظيف الاموال احسن من البنوك، طيب وبعدين يطلع المستريح وهكذا. وما بنتعلمش برضو، لان احنا ليه ما بنتعلمش؟ لانه هي نفس الثقافه موجوده. لا البنك ربوي، لا البنك وحش، لا ايا كان، ويبقى السياحه حرام، لا يعني ما بنخرجش بره الدايره دي بالظبط. فهل احنا عايزين فعلا اولا نبص لنفسنا ان احنا مصريين، ولا احنا تابعين لاشياء اخرى؟ لو احنا مصريين، طيب احنا عايزين ننتمي للحضاره الانسانيه ولا لا؟ لو عايزين ننتمي للحضاره الانسانيه، ايه اللي بيمنعنا؟ الحاجات اللي بتمنعنا من الانضمام للحضاره الانسانيه دي، هل هي نفس الحاجات اللي بتمنعنا ان احنا نبقى منتمين للحضاره المصريه؟ انا بقول هي
تمام. فانا يعني انا بقول احد الاسباب ان هي ما انت مش قادر تنتمي للحضاره المصريه لانك مش قادر تنتمي برضو للحضاره الانسانيه الحاليه، لان هم امتداد للحضاره ان شورت. فانت عايز حضاره ولا مش عايز حضاره؟ فيبقى انا مين، اوكي، وابقى عارف ذاتي وايه خصائصها، وبالتالي اقدر ان انا اختار الحاجات اللي انا اقدر اعملها واللي هي في مقدوري، مش ان انا ابقى مسخ من اشياء اخرى ما هياش حقيقيه. تمام. هنتكلم برضه على بتفاصيل اكتر في الحلقه الجايه. اشكرك جدا جدا. الف